ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايب لكم موقع جامد جدا هيغير طريقه شغلكم على النت. الموقع ده بيسمح لك انك تنشر محتوى وبيديك عليه فلوس من زيرو مشتركين، من زيرو مشاهدات، من البدايه حرفيا. لو ما عندكش اي مشتركين ومن غير اي شروط هتقدر انك تكسب ربح عن طريق ان انت ترفع محتوى. والاجمل من ده كله ان هشرح لكم ازاي تستخدمه خطوه بخطوه وتبدا تشتغل بنفسك من النهارده. ركز معايا للنهايه عشان ما تفوتش اي تفصيله. في الفيديو ده هشرح بالتحديد قسم الكونتنت ريورد. القسم ده ببساطه بيخليك تكسب فلوس حقيقيه من النت عن طريق انك بتعمل محتوى وبتنشره. والاجمل ان القسم ده متقسم لقسمين او متقسم لحاجتين، حاجه اسمها الكليبنج وحاجه اسمها اليو جي سي. فكمل معايا الفيديو عشان هشرح كل قسم وازاي تشتغل عليه خطوه بخطوه، وايه النصائح اللي تخليك تكسب اكتر وتتفادى الرف. فلو نفسك تبدا وتحقق ربح اونلاين بسهوله ركز معايا للنهايه. طيب خلينا الاول نفهم ايه فكره الكونتنت ريورد. الموضوع كله عباره عن مهام او عروض بتظهر لك على موقع ويب. المهام دي بتقول لك اعمل فيديو مثلا، قص مقطع، صمم حاجه الى اخره. انت تنفذ المطلوب وترفعه على اي بلاتفورم، سواء مثلا تيك توك، انستجرام، فيسبوك، تويتر اللي هو اكس دلوقتي. كل اللي عليك انت هتنفذ المطلوب وترفعه. لو اتقبل بتبدا ان انت تاخد مكافآت ماليه على كل 1000 مشاهده، على حسب كل واحد او كل كامبين بيبقى حاطط قد ايه ربح لكل 1000 مشاهده. الميزه الكبيره هنا انك مش بتحتاج تكون انفلونسر ضخم ولا عندك متابعين بالملايين، لا انت ممكن تبدا حتى لو لسه عامل حساب جديد على السوشيال ميديا. كل المطلوب انك تفهم المطلوب منك وتنفذه صح. عندنا قسمين، الكليبنج واليو جي سي. نبدا باول جزء وهو الكليبنج. الكليبنج يعني انك تاخد فيديوهات طويله موجوده بالفعل وتقص منها مقاطع قصيره ممتعه او مثيره للاهتمام، زي بالظبط ما بنشوف فيديوهات صغيره على تيك توك او يوتيوب شورتس متاخده من بودكاست او من بث مباشر. نيجي بقى للجزء الثاني هو اليو جي سي، وده بصراحه اكبر واقوى من الكليبنج. اليو جي سي معناه انك تعمل فيديو اصلي من عندك. الشركات والبراندز بيجوا على موقع ويب ويقول له احنا عايزين فيديو يوضح منتجنا او اعلان صغير او مراجعه، وانت دورك هنا انك تبقى كانك عميل عادي بيستخدم المنتج ويتكلم عنه. ايه الفرق بين اليو جي سي والكليبنج؟ الكليبنج اسهل واسرع لان المحتوى موجود بالفعل، انت بس بتقص الجزء المميز وتنشره، والمكافئات هنا عاده بتكون قليله او نسبه الربح بتكون قليله. اليو جي سي اصعب شويه لانك بتعمل كل حاجه من الصفر، لكن العائد المادي بتاعها اعلى بكتير والشركات بيدفعوا كتير على المحتوى الاصلي. هقول لك على كام نصيحه في الاخر، فتابع معايا الفيديو. خلينا دلوقتي نخش على الشرح العملي وازاي تشتغل كليبنج وازاي تشتغل يو جي سي. هنفتح موقع ووب دوت كوم وهنبدا ان احنا نعمل اكونت. خش هنا على لوجن وهتبدا تسجل باي اكونت عندك. مثلا انا هسجل بجوجل. هيبدا هنا يسالك اسمك ايه، انا كتبت له عبده اسباني. هتدوس نيكست، بعد كده هيجيب لك اليوزر نيم، بعد كده تقول له نيكست تاني، هيقول لك اكتب تاريخ الميلاد بتاعك. انا هكتب له تاريخ الميلاد زي ما احنا شايفين كده. بعد كده يقول لك حمل صوره، اما اختار الصوره من الخنزير دي، ما اعرفش هم ليه حاطين خنزير بس قشطه. اختار مثلا انا الباندا وهدوس سيف. كده انت عملت اول حاجه عندك. بيقول لك كريت يور فيرست هوب، اعمل اول عميل ليك. هتيجي هنا تدوس على كلمه ديسكفر. بعد ما يحولك هنا على الديسكفر هتلاقي عندك هنا حاجات كتير جدا مالكش دعوه باي حاجه من دول خالص. كل اللي احنا عايزينه اللي هو الكونتنت ريوردز. تخش عليها بالشكل ده، هيبدا تفتح معاك الصفحه دي زي ما انت شايف كده. دي كده حاجه اسمها كامبين. الكامبين ده اللي هو ايه؟ اللي هو واحد بيجي يعرض الحاجه بتاعته، ومثلا هنا يقول لك هدفع قد ايه في 1000 مشاهده. مثلا ده هيدفع $2 لكل 1000 مشاهده. وبيجيب لك هنا البلاتفورمز اللي هي الحاجات المنصات انت تقدر ترفع عليها. مثلا انا كاتب لك انستجرام وتيك توك ويوتيوب واكس. وبيجيب لك هنا التايب او النوع، سواء يو سي او كليبنج زي ما احنا شايفين هنا كليبنج. وهنا كاتب لك هو حاطط ميزانيه قد ايه. طبعا الراجل ده حاطط رقم خزعبلي 40 مليون دولار، اللي هو ولا ايه ده، لا 40,000 دولار. ركز عشان في فاصله هنا اهي، هنقرب كده. الفاصله دي بتاعت الالوفات والنقطه دي بتاعت اللي هو السنت والكلام ده كله. المهم اهم حاجه تكون تركز في الميزانيه اللي هو حاططها. هو حاطط هنا ان هو ممكن يدفع لحد 40,000. حلو، انت ابدا ارفع الفيديوهات. يعني واحد زي ده تبدا ترفع الفيديوهات ليه؟ لان هو بيبدا ان هو يفضل يدفع على اي مشاهدات هتيجي على فيديوهاتك لحد ما ال 40,000 يوصل، لحد ما يوصل لل 40,000. لو وصل لل 40,000 مش هيدفع اي حاجه تانية، حتى ان شاء الله لو الفيديو بتاعك جاب مليون مشاهده هو بيدفع لحد ما الميزانيه بتاعته تتقفل اللي هي ال 40,000 وشكرا. فحاول تدور على بادجت عالي ويكون ثقه، يعني حد دفع. يعني مثلا خلينا ندور هنا على اي بادجت. مثلا احنا هندور الاول مثلا على الطيب يكون كليبنج. تمام، اقول له هنا هايست افيلبل بادجت. هيبدا يظهر لي هنا من اعلى بادجت لاقل بادجت. حلو، مثلا اخش هنا هو بيقول لك جنب الستريم كليب. هتبدا دي واحد ستريمر عايز
كليبات من الفيديوهات بتاعته. اهم حاجه تبدا تشوف الريفيو الموجود عنه وهل هو بيدفع ولا لا. تعال مثلا هنا نيجي نعمل جوين، ابدا ان هو يعمل لك علامه صح كده وتدخل عنده. اهم حاجه قبل ما تشتغل في اي كامبين تبدا ان انت تخش هنا على الشات وتبدا تشوف الناس كاتبه عنه ايه. هو الراجل لحد دلوقتي واخد تقييم كويس فتمام. هنيجي هنا عند قسم ايرن وهننزل هنا على كليبنج، وهتبدا ان انت تلاقي الراجل فعلا دفع $1700 من اصل ال 40,000، فلسه في بادجت عاليه ويدفع $2 لكل 1000 مشاهده، فنسبه كويسه. خلينا ندوس هنا على اكتف، وخلي بالك لو جيت هنا عند اند هتلاقي ان الراجل كان عامل فعلا واحده قبل كده بس هو عاملها يو جي سي وما عملتش، فركز في النقط دي. خلينا نخش هنا وهتبدا ان انت تدوس على كلمه، طبعا هو هنا بيقول لك الاسيست، الحاجات اللي هتساعدك وهي الفيديوهين دول تبدا تعمل فيديوهات زيهم. خلينا نخش عليهم مثلا كده. هخش هنا على اول فيديو مثلا. Get back! زي ما احنا شفنا كده ده فيديو بيتكلم عن قمار، فاللي تلاقيه حاجه قمار زي كده ابعد عنها تماما، ما تخليش الفلوس تغرك. اللهم بلغت اللهم فشل. خد بالك الجنيه الحلال افضل 1000 مره من الجنيه الحرام. تعالى طيب نشوف الاسيست الثاني، يا رب بس ما يكونش قمار، لان انت حاول تبعد الموقع ده هتلاقي حاجات حرام كتير فابعد عنه. هو هنا الفيديوهين مش موجودين، بس احنا خلينا نشرح على الفيديو ده. هتجيب الفيديو زي كده وتبدا تاخد كليب منه وتخش على كاب كات مثلا او بريمير اي حاجه، تبدا تمنتج الفيديو ده على اساس ان هو ريل، ومنتجه صح. ليه؟ لان انت عايز مشاهدات، فانت كل ما هتمنتج صح والفيديو حلو حاول تمنتجه بطريقه ان اللي يتفرج عليه يكمل الفيديو او يعمل لايك. ليه؟ لان اللايك هيفرق معاك ان انت الفيديو هينتشر اكتر واكتر. فحاول تهتم بالفيديو وانت بتمنتجه. بعد ما هتمنتجه هتبدا انت ترفعه على اي بلاتفورم عندك. مثلا هو هنا محدد لك انستجرام، تيك توك، اكس ويوتيوب. طبعا انا بنصحك بالتيك توك والانستجرام. ليه؟ لان تيك توك طبعا زي ما احنا عارفين اكتر حاجه تجيب من عليها مشاهدات، والراجل هيدفع $2 في كل 1000 مشاهده. وانستجرام برده مشاهداته عاليه. انا ما بنصحش بصراحه باكس، ان انا ما جربتش اكس قبل كده بس كذا حد قال لي ان هو مش حلو. يوتيوب برده كويس نوعا ما، بس لو عندك مشتركين غير كده مش هيجيب اي حاجه. فبعد ما ترفع الفيديو على اي منصه من المنصات دي هتيجي هنا تدوس سبميت، وهتبدا تحط اللينك بتاع الريل بتاعك وتبدا ترفع الريل هنا، تحطه هنا ابلود ميديا وتبدا ترفع الفيديو، وبعد كده بتدوس سبميت. بعد ما بتدوس سبميت هيبدا ان هو يجي لك بقى ايه، هتدوس يعني مثلا بعد ما تعمل سبميت تيجي هنا عند كليبنج نفس الكلام، هتلاقي الفيديو بتاعك ظاهر في حته زي الحته دي كده، وجايب لك اكسبت ولا ريجكت، اللي هو اتقبل او لا. وخلي بالك ممكن يطول معاك في الاكسبت او الريجكت اللي هو يرد عليك يعني، في خلال ممكن يقعد معاك يوم او يومين عادي جدا، ما تتيأسش كمل زي ما انت. بس بعد ما بيديك الاكسبت اي مشاهدات هتجيبها تاخد عليها فلوس. والله لو جبت 100 مشاهده هيديك ال 20 سنت. انت لو عملت الطريقه دي مع اكتر من كذا حد وكذا واحد هتبدا انت تجيب. دلوقتي خلينا نشرح العينه الثانيه وهي اليو جي سي. هات لي كده اليو جي سي يا باشا. خلي بالك هنا بيبدا يظهر حاجات، يعني هنا مثلا الراجل ده بيقول لك انا هدفع $10 على كل 1000 مشاهده، وحاطط بادجت عاليه $15,000، وفعلا دافع للناس $2,700. هبدا ان انا اخش عليها كده. طبعا انت البرودكت اللي تختار انهي برودكت، الكوين فايرال ولا الكوين فايرال. ابدا ان انا هنا ادوس على العادي وهي ادوس جوين، اعمل لك علامه الصح وهيبدا ان هو يدخلك. قبل اي حاجه من غير ما تفكر من غير ما تعمل اي حاجه هتخش لي يا معلم هنا على كلمه شات، تبدا تقرا الناس كاتبه ايه. بس طالما لقيته ان هو دافع فعلا فلوس، وهنا برضو عامل واحده ثانيه اهي، طالما لقيته ان هو بيدفع فلوس فخلاص دوس يا معلم. طيب هنا الراجل قال لك المينيمم بي اوت اقل حاجه هيدفعها $15، والماكسيمم معاك يا عم لحد $5,000. ولكن ركز في دي برضو، المينيمم بي اوت اللي هو اقل حاجه هيدفعها $15، اللي هو تكون جايب على الفيديو كام 1500 مشاهده، غير كده مش هيدفع. فالراجل برضو محدد لك، يعني ده مش نصاب، ده داخل عايز حاجه معينه، عايزك اقل حاجه تجيب 1500 مشاهده عشان يدفع لك. الكاتيجوري بيرسونال براند. البلاتفورم هنا عامل لك انستا ويوتيوب وتيك توك. يا باشا انت ممكن تاخد الفيديو وترفع هنا مره وهنا مره وهنا مره، واخد بالك انت، وتقوم جاي يا باشا ايه مثلا عامل 3 ريل، وتقوم جاي رافع واحد هنا واحد هنا واحد هنا وارفع له الثلاثه. لو عمل لك اكسبت على الثلاثه هتكسب منهم فلوس عنب، يعني اقل مكسب يبقى $15 بالمصري اللي هو 750 جنيه. يعني انت بص هتبقى مليطه. طبعا انا واحد حاطط لك الاساس بتاعك الدوكس او ملف يشرح لك انت هتعمل ايه. هو قايل لك هو دافع 15000 بادجت، 10 بير 1K اللي هو $10 لكل 1000 فيو،
ماكس باي $5000، انستجرام، تيك توك، يوتيوب. وهنا كاتب لك بيقول لك اهو ماست شو يور فيس، خلي بالك عشان هنا بيقول لك ماست شو يور فيس يبقى لازم تطلع بوشك اجباري. بيقول لك فيديو ماست بي ان انجلش، لازم تكون بتتكلم بالانجليزي والفيديو يكون بالانجليزي. الفيديو المفروض انت بتبيع او بيتكلم عن دوج 1، تبدا تبحث عن دوج 1 ده ايه. ويقول لك ماست بوست ذا سي اي ان كومنت، اللي هو تاخد الكود ده كده وتحطه في كومنت للفيديو بتاعك. تمام، تبدا تقرا كل حاجه يا باشا، تبدا تقرا كل الشروط وتعمل الفيديو وترفعه. هقول لك دلوقتي على سر النجاح في القسمين، قسم الكليبنج والجي سي. سر النجاح في الكليبنج، لازم تختار اللقطة اللي تشد المشاهد من أول ثانية. ممكن تكون كلمة صادمة أو لحظة مضحكة أو حتى سؤال مثير. حط كابشن قصير يجذب المشاهد، والأهم ما تطولش، خلي الفيديو سريع ومباشر. يعني باختصار أنت دورك إنك تخلي الناس تشوف أفضل لحظة من الفيديوهات الطويلة، وده في نفس الوقت بيكسبك فلوس وبيفيد الشركة أو صاحب المحتوى. أما في اليو جي سي، لازم انك تبان طبيعي جدا كانك بتحكي لاصحابك مش اعلان رسمي. لو بتعمل مراجعه استخدم المنتج فعلا قدام الكاميرا. الاضاءه والصوت مهمين جدا، حاول تصور في مكان منور وصوتك يكون واضح. خليك كده كرياتيفيتي وحط لمستك الخاصه بيك. في شويه نصايح عايز اقولهم لك هتفرق معاك جدا. اقرا كل عرض بعنايه، ساعات بيكون في شرط بسيط زي مده الفيديو او طريقه الكلام، وخلي بالك من الكلام ده. تابع العروض باستمرار لانها بتتجدد بسرعه، وفي بعض الاوقات العروض دي بتخلص، فخلي بالك من نقطه زي دي. وخلي بالك من البادجت اللي قدامك. ابني ستايلك، يعني لو دايما فيديوهاتك دمها خفيف او معلوماتيه، الشركات هتلاحظ ده وهتطلب منك تاني وتالت ورابع وهكذا. وبكده نكون شرحنا مع بعض قسم الكونتنت ريورد في موقع ووب. عرفنا ان في قسم كليبنج اللي بيخليك تقص مقاطع جاهزه وتنشرها، وقسم اليو جي سي اللي بتعمل فيه المحتوى اصلي للشركات. الميزه انك تقدر تبدا دلوقتي فورا سواء عندك خبره او مبتدئ. فقول لي تحت في الكومنتات انت شايف نفسك تبدا بكليبنج ولا يو جي سي، وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده كان معاكم اسباني، اشوفكم في الفيديو الجاي.